السلام عليكم. التسويق من المجالات المهمة جدا في حياتنا، ولكن في ناس كتير مش مدركة أهميته. فخليني أقولك إن التسويق هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد في العالم، والاقتصاد بالطبع هو المحرك الأساسي لحياة البشر كلها. فعلى سبيل المثال، الشركات الكبرى في العالم النهاردة اللي بتعين آلاف من الناس، هي بقت شركات كبرى إزاي؟ من خلال خطة تسويقية ناجحة. شركات كلها بدأت بفكرة كويسة ونفذتها بشكل مناسب. المشاهير اللي احنا عارفينهم كلنا النهارده بقوا مشاهير ازاي؟ من خلال ان هم يسوقوا لنفسهم بشكل صحيح. انت النهارده حتى كموظف عشان تشتغل في شركة كويسة محتاج تسوق لنفسك كموظف شاطر، والشركة نفسها محتاجة تسوق لنفسها كأفضل بيئة عمل عشان تجيب أفضل الموظفين يشتغلوا عندها. حتى القضايا الكبيرة اللي موجودة في حياتنا النهارده زي الحفاظ على الكوكب مثلا وحماية البيئة، الفكرة دي احتاجت التسويق عشان نقدر نسوق لها وننشرها والناس تدرك أهمية وخطورة الموضوع، فالناس كلها بالفعل تبدأ في إجراءات تحافظ على البيئة. العالم الافتراضي اللي هو هيكون مستقبلنا خلال سنوات معدودة يمكن كلنا نبقى عايشين فيه، هي فكرة جت برضو من إن شركة عملت خطة تسويقية، فالخطة التسويقية دي كانت نتيجتها إنه يا جماعة هو ده المستقبل، هي دي الحاجة اللي الناس كلها عايزة تعيش فيها وتجربها. وقد كان بدأوا بالفعل في خطوات تنفيذ العالم الافتراضي وممكن كلنا نعيش فيه قريب. فإذا التسويق ده هو مجال إحنا كلنا عايشين فيه سواء أدركنا أو ما أدركناش. لو عايز تعرف أكتر عن التسويق وإدارة الأعمال اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. سلام عليكم.